السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي. معادنا دلوقتي مع حل الاختبار التراكمي الأول عن درس المتطابقات المثلثية. اللهم لا سهل إلا لما جعلته سهل، وأنك يا رب إن شئت لجعلت الصعب سهل. تعالوا بقى نركز مع بعض كده في الاختبار التراكمي ده طبعا على المتطابقات المثلثية. الدرس ده من الدروس الجميلة اللي انت هتدرسها، وبفضل الله احنا نزلنا تمارين اختر ونزلنا المهارات العليا، وادي الاختبار التراكمي. بكده يبقى انت معاك كل التمارين وتقدر تحل بكل سهولة بدون اي مشاكل. ابسط صورة للمقدار لو انا اشتغلت على جا سيتا زائد جتا سيتا بالشكل ده مرفوع لأس 2 ناقص 2 جا سيتا جتا سيتا. يلا اشتغل بقى معايا وفكك القوس ده. كام خطوة؟ 3 خطوات. الأول أس 2، التاني أس 2 زائد 2 في الأول في التاني، يبقى 2 من جا سيتا جتا سيتا ناقص 2 من جا سيتا جتا سيتا. دول ايه اللي حصل لهم؟ دول كده هيروحوا مع بعض، واحدة بموجب واحدة بسالب، وديت متطابقة بكام؟ بواحد. يبقى الحل بتاعك بواحد، والاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم ب. نيجي الرقم 2. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ظا سيتا اضربها لي في ظا سيتا، واقسم الكلام دوت على قا سيتا. هو ظا ايه؟ بواحد، اي دالة في مقلوبها بواحد. واحد على قا سيتا، والقا ديت مقلوب مين؟ دي مقلوب الجتا. يبقى الحل بتاعك عبارة عن جتا سيتا، والاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم ب. نيجي لسؤال رقم 3. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لي جا باي على الاتنين، يعني 180 على الاتنين، يعني 90 ناقص سيتا، على جتا 2 باي اللي هي 360 ناقص سيتا. حدد ربع وحط اشارتي وتأتأ وامشي. 90 ناقص الربع الاول، 360 ناقص الربع الرابع. الربع الاول بيت العيله يعني بيت الجاي يعني موجبه، بس ال 90 بتأتأ فتخليها تبقى جتا. ال 360 الجتا بيتها في الربع الرابع يعني موجبه، ال 360 مش بتأتأ فهتبقى جتا سيتا زي ما هي. جتا سيتا على جتا سيتا يبقى الناتج بتاعها بيساوي 1، والاختيار بتاعها هيكون الاختيار رقم ج. نيجي لسؤال رقم 4. بيقول لي ايه؟ بيقول لي جه 90 ناقص سيتا، 90 ناقص سيتا في قطع 90 ناقص سيتا. يلا بينا. 90 ناقص الربع الاول، او الربع الاول بيتها بيتها تبقى موجبه، موجبه بالتأتأ، ايوه بالتأتأ تبقى ايه؟ تبقى جتا سيتا. ترم اول. 90 ناقص ربعك اول موجبه بالتأتأ تبقى قا سيتا. طيب اي دالة في مقلوبها بكام؟ اي دالة في مقلوبها بواحد، يبقى الحل بتاعك بيساوي 1، واختيارك هيكون الاختيار رقم أ. نيجي سؤال رقم 5. بيقول لي س زائد ص بيساوي 30. طب هو انت الشكل ده لو جمعت س زائد الاتنين ص جمعت معاها 2 س زائد الصاد، اجمع دول كده يبقى 3 س زائد 2 ص وصاد يبقى 3 صاد. طب ما س زائد ص ب 30 يتضربوا في 3 يبقوا بكام؟ يبقوا ب 90. يبقى انا فهمت ان الزاويتين دول مجموعهم 180. ايوه، يعني استفدت ايه؟ بص بقى، استفدت حضرتك ان ده ظا اكتبها لك 90 ناقص بدل س زائد 2 ص 90 ناقص الزاويه الثانيه، مش هما الاثنين مجموعهم 90؟ ايوه، يعني اكتب كده 2 س زائد ص ده للظا الاولى. تمام. نزل بقى بقيه المساله اللي هي ظا 2 س زائد الصاد بالشكل ده. 90 ناقص ربع كام؟ الربع الاول. بيت الظا بيت كله بيت العيله بالتأتأ بقى 90 تخليها تبقى ايه؟ تخليها تبقى ظا 2 س زائد الصاد في ظا 2 س زائد الصاد. هو اي داله في مقلوبها بكام؟ بواحد. اي داله في مقلوبها لنفس الزاويه الناتج بكام؟ 1. ظا في ظا بكام؟ بواحد. يبقى الاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم أ. نيجي لسؤال 6. المعطى طرح والمطلوب ضرب، ما تجيش غير من التربيع. قلناها كتير قوي ان ده جا سيتا ناقص جتا سيتا بتساوي 4 على 5. هنربع الطرفين، نربع الطرف ده وربع الطرف ده. يلا الاول اس 2 يبقى جا اس 2 سيتا، التاني اس 2 تبقى جتا اس 2 سيتا، ناقص 2 في الاول في التاني يبقى 2 جا سيتا جتا سيتا
بكام الكلام ده؟ ب16 على 25. قول لي كده دول متطابقة بكام؟ بواحد. يعني ايه؟ يعني -2 من جا سيتا جتا سيتا تنزل. ماشي. وهنا جا سيتا وجتا سيتا بواحد بيساوي 16 على 25. هنعدي ده بعكس إشارة، يبقى -2 جا سيتا جتا سيتا بتساوي 16 على 25 ناقص الواحد، يعني -9 على 25. اقسم لي هنا على -2 واقسم لي هنا على -2، دول راحوا، يبقى الجا سيتا جتا سيتا بيساوي 9 على 50. والسالب ده راح فين؟ ما هو السالب طار مع السالب، يبقى الحل بتاعك 9 على 50 والاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم د. طيب نيجي سؤال رقم 7 بيقول لي ان الجا سيتا زائد قطا سيتا بيساوي الناتج 5. حلو قوي. المطلوب بقى جا تربيع زائد قطا تربيع. طب ما تعالى برضو ربع كده الطرف ده وربع الطرف ده. الاول اس 2 يبقى جا تربيع سيتا، التاني اس 2 يبقى قطا تربيع سيتا، زائد 2 في الاول في التاني 2 في جا سيتا قطا سيتا بيساوي 5 اس 2 ب 25. بتفهم وعارف ان اي دالة في مقلوبها بواحد في الاتنين يبقى ايه؟ 1 في 2 ب2. عد بعكس اشارة. 25 ناقص الاتنين يبقى بكام؟ 23. يبقى جا تربيع سيتا زائد قطا تربيع سيتا الناتج بتاعها بكام؟ ب23، وهيكون الاختيار بتاعك رقم ج. الظا مع القاء اكتب المتطابقة بتاعتها على طول. 1 زائد ظا تربيع قا تربيع. حلو قوي. عوض بقى. ظا تربيع ب3 اس 2 تبقى 9 زائد الواحد بيساوي قا تربيع السيتا. 1 و9 يبقوا كام؟ يبقوا 10. يبقى معنى كده ان قا تربيع سيتا بيساوي الناتج 10، وهيكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم ب. 3 من ظا زطا، 3 من ظا زطا، 3 من ظا زطا. ظا اي دالة في مقلوبها بكام؟ بواحد في التلاتة يبقى 3 زائد 2 من جا قطا، 2 من جا قطا اي دالة في مقلوبها بكام؟ ب2. حلو قوي. وادي جاتا قا دالة في مقلوبها بايه؟ ده الجمال ده، ده ايه الحلاوه دي، ده ايه السؤال ده. جمع دول يدي لك كام؟ يدي لك 6، والاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم د. طيب نيجي السؤال اللي بعده. سؤال رقم 10 أ ب ج د متوازي أضلاع، يعني كل زاويتين متتاليتين متكاملتين. يعني زاوية أ زائد زاوية ب ب180، وزاوية د زائد زاوية ج ب180. ده من خواص متوازي الأضلاع. حلو قوي. يبقى جتا أ زائد جتا ب زائد جتا ج زائد جتا د. بص بقى، هقعد اغنيها لك كل شويه. اي اتنين مجموعهم 180. جتا الاولى سالب جتا التانيه، يعني دي سالب جتا الالف يكملها ب. حلو قوي. زائد جتا ب. جتا الاولى سالب جتا التانيه، يعني جتا ج بيكملها د. حلو قوي. جمع الشكل اللي قدامك ده، دي هتروح مع دي، دي هتروح مع دي، يدي لك الناتج كام؟ يدي لك الناتج 0. السؤال رقم 11 يا شباب بيقول لي 3 من جا سيتا زائد 4 من جتا سيتا بيساوي الناتج 5. طيب ايه رأيك لو مسكنا المطلوب ده ورحنا سميناه كده وليكن بكاف، وتعالى ربع الطرف ده وربع الطرف ده ونشوف ايه اللي هيحصل. ده أس 2 يبقى 9 من جا تربيع سيتا زائد 16 من جتا أس 2 سيتا زائد 2 في الأول في التاني 2 في 3 ب6 في 4 ب24 جا سيتا جتا سيتا بتساوي 25. طب ربع التاني، ده يتربع ب9 جتا تربيع سيتا. حلو قوي. وده يتربع 16 جا تربيع سيتا. كلام زي الفل. السالب ينزل، و2 في الأول في التاني 2 في 3 ب6 6 في 4 ب24 جا سيتا جتا سيتا بتساوي الكاف اتربعت بكاف تربيع. يلا بقى اتفضل جمع لي القيمتين دول كده مع بعض. اسحب خط بالشكل ده، اجمع دول مع بعض، يعني 25
جا تربيع سيتا زائد دول مع بعض يعني 25 جتا تربيع سيتا، ودول بقى بعكس إشارة يطيروا مع بعض بتساوي الكاف تربيع زائد ال 25. حلو قوي. هنا دول قيمتهم بكام؟ دول قيمتهم ب 25 بتساوي الكاف تربيع زائد ال 25. عديلي يلا بعكس ايه؟ إشارة، يبقى الكاف تربيع بيساوي 25 ناقص 25 الناتج بصفر، فمنها الكاف بيساوي ايه لما تاخد الجذر؟ الكاف بتساوي صفر. مسألة طبعا حلوة واتحلت في التمارين بتاعة المهارات العلوية. طيب نيجي بقى لرقم 12، سؤال اهبل واي عيل صغير ممكن يحله. 5 من جتا سيتا اضربها في 3 من قا سيتا. على طول 5 في 3 بكام؟ ب 15. اي دالة في مقلوبها بكام؟ بواحد. طب 15 في 1 يبقى الناتج بكام؟ ب 15. والاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم د. وبس كده يا باشمهندسين، بكده ده نهاية الاختبار بتاعنا. بتمنى تبقوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله.